ممكن حضرتك تكون واحد من الناس اللي مستغربة بعض الناس اللي بيقف قدام الحوادث الكبيرة ويبدأ إن هو يصور. ممكن تكون بتنتقد المشهد ده وأنت مش عارف هي الناس اللي بتعمل كده هي بتعمل كده ليه. فكرة إن أنا آخد صورة سيلفي مع كارثة كبيرة زي حريقة أو زي حادثة من الحوادث اللي فيها وفيات أو اللي فيها عربيات كتيرة مصدومة في بعضها، ممكن حضرتك تكون بتستغرب ده، وأنا كمان كنت بستغرب ده مع حضرتك، إلى أن فهمنا إن هؤلاء البشر لهم تحليل نفسي. تعالى نحللهم مع بعض. في ظاهرة نفسية اسمها الموربيد كيوريوسيتي أو الفضول المرضي. فعلا ممكن جدا يكون الإنسان عنده درجة من الفضول لدرجة إن هو لا يتعاطف مع حادثة كبيرة ويكتفي بإن هو يصورها أو يتصور معاها، وبقينا بنشوف إن في ناس كتير بتعمل كده. هل هذا يعتبر مرض نفسي؟ الإجابة لا، ولكنها ظاهرة مرتبطة ببعض الأحداث أو بعض الحاجات اللي بقت بتحصل في حياتنا اليومية. على سبيل المثال إن إحنا بنشوف مسلسلات كتير مليانة عنف ومليانة دم ومليانة ناس بتضرب ناس وناس بتقتل ناس. إحساسنا كبني آدمين وشعور الإنسانية عندنا بدأ إن هو يقل، وبدأنا إن إحنا نتعامل مع المشاكل الكبيرة اللي في حياتنا الحقيقية إنها مشهد من المشاهد التمثيلية اللي إحنا بنشوفها في المسلسلات والأفلام. بس الإضافة الجديدة إنها في الواقع، وإننا نقدر نحط نفسنا كجزء منها في صورة أو في فيديو أو بالشكل ده. في سبب كمان، بعض الناس بتبدأ إن هي تعمل دوكيومنتيشن أو إن هي تسجل النوعية دي من الأحداث عشان يطمن نفسه إن هو كان في حالة أمان، إن هو كان بعيد عن الحادثة كحادثة، إن هو ما كانش واحد من الضحايا اللي ماتوا أو اتحرقوا أو أيا كان. وفي سبب كمان، إن أحيانا بيبقى في بعض الناس اللي هم أصلا بطبيعتهم عندهم درجة القلق والتوتر عالية، بيشبعوا رغبة إن هم يتفرجوا على الحاجات دي كنوع من أنواع ان انا يعني بتفاعل بيها مع الجزء المرضي اللي اسمه القلق او التوتر. ففي الحقيقه اكتر من سبب للناس ان هي تكون بتتفرج على المشاهد. طيب هل هذا مرض وله علاج؟ انا مش هقدر اقول ان هو مرض، لكن انا محتاج ان انا اقول للناس ان هي ترجع لاصل انسانيتها البشريه، ان احنا لما نشوف مشكله نشترك في علاجها، مش بس نشترك في تسجيلها، لان التسجيل فقط معناه ان احنا فعلا بدانا نتطبع مع العنف، نتطبع مع الكوارث، نتطبع مع المشاكل. فعلا بنشوف مشاهد كتير مليانه عنف ومليانه اذى ومليانه ومليانه ومليانه، ولكن يجب أن تحافظ على إنسانيتك ولا تتطبع. ارجع إنسان لو سمحت. سلام.